أهلا بيكم في كبسولة لطف. البودكاست اللي فات سمعنا سوا السنبلة الرابعة، والبودكاست دوت هنسمع السنبلة الخامسة. بس قبل ما نبدأ أفكركم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل سنبلة جديدة، وتقولولي رأيكم في الكومنتات. العتاب حلو. العتاب محبة، عشان انت عمرك ما هتعاتب حد مش فارق معاك، عمرك ما هتراجع تصرفات حد مش مهم بالنسبة لك. أبسط ما فيها هتمسحه من حياتك وهتعتزل ما يؤذيك من غير ما تبص وراك تاني. وقتها هتعرف تاخد موقف بالغياب والاجتناب مش بالعتاب. العتاب اتعمل للناس اللي تعز علينا، الناس اللي قطع في قلوبنا تذاكر مجانية مدى الحياة. غالبا كلمة عتاب بيجي وراها كلمة محبة، وانت لما بتعاتب حد بتعاتبه عشان نفسك الأول، عشان تبقى صافي من ناحيته وتعرف تتعامل معاه. بتعاتبه لانك ما كنتش متوقع منه هو بالذات انه يعمل تصرف يضايقك، او بتبقى مستني منه يعاملك بطريقة معينة انت مش لاقيها. العتاب هو انك تطلب كل اللي انت محتاجه او تعترض على كل اللي مضايقك، عشان انت بتحب الشخص ده وشايف انه ما ينفعش يعمل معاك كده، سواء بقى كان صاحب او حبيب او حد من اهلك. اي حد ليه في قلبك مكان باسمه يندرج تحت قائمة الناس اللي بتتعاتب. وأهمية العتاب إنه دايما بيسيب باب العلاقة متوارب. في مرة كنت بدردش مع واحد صاحبي وبحكيله عن موقف حصل لي مع حد، ضايقت منه بس من غير ما الفت نظره، وفضلت أسطح علاقتي بيه لحد ما انتهت. يومها هو قال لي حاجة مهمة جدا، قال لي أنا ما بحبش الناس اللي بتزعل مع نفسها دي. قلت له تقصد إيه؟ قال لي المواقف اللي بتضايقنا وبنعديها دي بتبقى مع الناس اللي بنقابلهم مرة واحدة في حياتنا، الناس اللي على الهامش، الناس اللي بتدخل حياتنا واحنا عارفين انهم مجرد فترة. انما لو بتحب حد ومتضايق منه عاتبه. بليغ حمدي كانت بتجمعه بعبد الحليم صداقة قوية جدا، بعيدا عن شغلهم سوا وكم الألحان العبقرية اللي اشتغلوها مع بعض والنجاحات الكبيرة اللي حققوها. والتاريخ بيأكد ان بليغ حمدي واحد من الناس اللي ساهموا بشكل كبير جدا في صناعة نجاح عبد الحليم حافظ. كتب لعبد الحليم مرة في إحدى رسائل العتاب: عزيزي يا عبد الحليم، تحية طيبة، أود فقط لفت انتباهك إلى أن تعليقك الساخر اليوم ونحن في السهرة قد جرحني جرحا أليما، برجاء عدم التعامل مع مشاعري بهذا الاستخفاف والاستهانة. بحب عظيم لا أظن أنه يمكنك أن تفهمه، برجاء عدم الاتصال بي بغرض الاعتذار الأيام التالية حتى أصفو لك تماما وأستطيع الكلام معك ثانية. خالص مودتي، بليغ حمدي. تخيل انك ممكن تعليق ساخر قلته بهزار يجرح حد لهذه الدرجة، وممكن جدا لولا الغلاوة يسبب شرخ في العلاقة لا يمكن يتلم أبدا. علاقات كتير كبيرة بتنتهي بسبب تفاصيل صغيرة زي دي. ممكن يكون سبب وجع الكلمة نفسها انها جت من القريب، ان الغريب كده كده هتعرف تاخد حقك منه، انما لما الأذى بيجي من حد انت بتحبه وقتها ما بتبقاش عارف تدافع عن نفسك وكرامتك، لانك لما هترد الأذى للي بتحبه هتبقى بتأذي نفسك برضو. العتاب اتعمل عشان يعمل ريفريش لعلاقتنا ببعض. العتاب بيبقى إعادة تذكير بالرصيد اللي بيننا وبين بعض من مواقف وذكريات وتفاصيل اتشاركنا فيها مع بعض. الشاعر أيمن بهجت قمر كتب أغنية من أجمل الأغاني اللي اتعملت عن العتاب، وكان بيقول فيها: البيت وناسه والخمسة ستة اللي احنا منهم، دول اللي لو نحتاج لهم يدونا عنهم، احنا اللي غمسنا في طبق واحد زمان، ستر وغطا على بعض حاسين بالأمان. يا ابني العتاب واللوم ده من باب المحبة. في كوبليه من أعظم ما غنت أم كلثوم بيقول: أكتر من مرة عاتبتك واديت لك وقت تفكر، كان قلبي كبير بيسامحك إنما كان جرحك أكبر. أفخ ممكن ينهي علاقتك بالشخص مهما كنت بتحبه، لأنك هتيجي في وقت تحس إنك بتعاتبه دايما على نفس الغلطة، تلفت نظره وبتشاور على الحتة اللي بتوجعك وهو برضه مصمم يدوس عليها دون الالتفات لحجم الوجع اللي انت فيه. للأسف هو ما بيبقاش قادر يفهم ان انت عمال تختاره، تسحب من رصيد كرامتك، تيجي على نفسك، وان انت زي اي شمعة منورة دلوقتي هتيجي في يوم وتخلص، ووقتها غصب عنك وعنه هتاخدوا جنب من بعض.
والعلاقة هتفضل تتسطح لحد ما تنتهي. ما هو انت لازم برضو تحس ان اللي انت بتعاتبه ده شخص باقي عليك، شخص بيختارك زي ما انت بتختاره، شخص حطك في اولوياته وعامل حسابك في قلبه. مفيش حد فينا مجاش عليه وقت انهى علاقته بحد كان بيحبه، وكلامهم اتحول من ودي لرسمي ومن يومي لفترات لحد ما كل حبال الود اتقطعت. اصلك هتعمل ايه يعني؟ هتشتري خاطر اللي قدامك مرة و2 و3، في الرابعة لازم تختار كرامتك، وإلا يبقى انت اللي تستاهل كل اللي هيحصل لك بعد كده. اما الازمة ان محدش بيبقى شايف نفسه غلطان في الطرفين، اللي بيعاتب شايف ان في حاجة مضايقاه لازم يتكلم فيها، واللي بيتعاتب شايف ان اللي بيحبه لازم يتحمله ويديله مساحته، ما يبقاش بيقف على كل حاجة. طبعا انتوا عارفين لما كل واحد بيبقى شايف انه صح ايه اللي بيحصل. انا طول عمري بتعاطف مع الناس اللي بتعاتب، بس فعلا العتاب ليه حدود، وآفة العتاب الوحيدة انه ما ينفعش يبقى على كل حاجة، ما ينفعش يبقى في طرف قاعد بيتصيد اخطاء الطرف التاني عشان يعاتبه عليها. كتر العتاب بيعمل حالة زهق ويخلي العلاقة تمشي في اتجاه سلبي هياخدها المنحنى خطر جدا. هو انك تتجنب الاحتكاك بالشخص ده، لانه كل ما بيشوفك بيعاتبك، زي الاسئلة المزيفة اللي من النوعية دي. انت ما بتسألش ليه؟ هو لازم انا اللي اكلمك كل مرة؟ انت كنت اونلاين وما ردتش عليا؟ انت معقول يعني ما بصيتش في موبايلك كل ده؟ انت سايبني من الصبح؟ انت خرجت معاهم من غير ما تقولي؟ انت نزلت من غير ما تسيبلي رسالة؟ انت طبيعي الطرف اللي انت عمال تعاتب فيه على كل كبيرة وصغيرة ده يتعب. لازم وانت بتعاتب تبقى مقدر ظروف الناس، ان كل واحد ليه مساحة خاصة بيه هو بس، وان الصحوبية والحب مش خنقة، واننا مش لازم نبقى مع بعض 24 ساعة، وان بيجي علينا اوقات طاقتنا بتخلص نبقى عايزين ناخد جنب من كل حاجة. دورك كإنسان محب وذكي انك تراعي ده، مش تستمر في مسلسل العتاب. طبعا انا بتكلم عن الظروف الحقيقية، مش الإهمال المتعمد ولا الناس اللي بتتجاهل الرسائل والمكالمات عن قصد. بس احنا كلنا بيجيلنا وقت بنفقد فيه القدرة على التواجد وعلى فتح المواضيع، بنفقد ملكة السؤال عن اللي بنحبهم لأسباب قهرية حقيقية. في ناس للأسف الشديد جدا بيفشلوا في انهم يكونوا اشخاص اجتماعيين، ملهمش في الشات والرغي في التليفونات بالساعات. ناس اصلا بيزقوا ايامهم بالعافية، مش عايزين يحسوا انهم عبء على حد ولا عايزين دوشة. اللي يحبهم بيحبهم زي ما هما مش هيجرحوك بالكلام ولا هيسببوا لك اذى نفسي من اي نوع. دول اصلا عايشين بس عندهم خلل في التواصل، قلوبهم بتسرب شحن. متستناش منهم انهم يبدأوا بالسؤال او يفتحوا مواضيع او يستحملوا مكالمة طويلة. واحسن حل عشان ما تتعبش روحك لو بتحبهم بحبهم زي ما هما، عشان ما تفضلش طول عمرك بين العتاب والمبررات. من سنة النبي عليه الصلاة والسلام انه كان لين ورؤوف بالناس في العتاب، فما كانش بيعاتب حد غير في دينه. كمان كان عارف ان العتاب ممكن يؤدي للغضب، ومن هنا ممكن تبدأ نهاية كل حاجة. فقد جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. يعني كمان من المفروض لما تلاقي حد متضايق والكلام بينكم هيدخل في منعطفات تزعلكم من بعض، تاخد جنب انت لحد ما الطرف التاني يهدى، عشان ممكن كلمة واحدة تهد اللي بقالكم سنين بتبنوا فيه انتوا الاتنين. خلاصة القول انك لو هتعاتب حد لازم تبقى فاهم. اولا ما ينفعش تعاتب غير الناس اللي تلزمك وباقي عليهم، ما ينفعش ما تعاتبش الناس اللي بتحبهم مادام في ضرورة لده، لانك في الاخر ممكن تنفجر من تراكمات انت السبب فيها مش الطرف الاخر. ثانيا بلاش كل ما تشوف حد تعاتب. ثالثا لازم تبقى مراعي ظروف الناس وحاطط نفسك مكان كل واحد انت بتعاتبه على حاجة، يعني اللي انت شايفه ظرف عادي ممكن يبقى بالنسبة له هو ظرف قهري. رابعا اختار الوقت المناسب لفتح مواضيع العتاب، لانها تعتبر اسرار، يعني ما ينفعش تعاتب حد بتحبه على الملأ. خامسا واخيرا خليك خفيف وسهل في التعامل وقت ما يعتذر، عشان هو لو مش بيحبك عمره ما هيعتذر مهما كان غلطان. وبكده سمعنا سوا السنبلة ال5 وهي العتاب. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة، تفعلوا الجرس، وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات، وتستنوا السنبلة السادسة.